الزعتر الفلسطيني، والصراحة هاي طريقة عمة جوزي بتعمل أسكى زعتر، وصفة مهمة خصوصاً للمغتربين أو الطلاب اللي بدرسوا برا البلد، يعني إلا ما شي يوم يشتهوا الزعتر. طبعاً بدنا زعتر أخضر، رح نشيل بس الأوراق بدون العروق لحتى نغسلهم منيح، ومهم كتير إنه ينغسل الزعتر ويتصفى 3 ل4 مرات لحتى نتخلص من كل الأتربة اللي فيه. بعدين بنحطهم على منشفة وبنتركهم مكشوفين بمكان دافي لمدة 5 ل6 أيام لحتى ينشفوا. هلأ بدنا نفرك الزعتر بالإيد، وهاي أحسن طريقة، مع إنه في ناس بتحطهم بالخلاط، بس صدقوني بالإيد أذكى لأنه بيطلعوا مقرمشين. وفي ناس بعد الفرك بتصفيهم بالمصفاية، بس أنا ما بحب لأنه بيصير زي الباودر. مع الزعتر بدنا سمسم، رح نحمص السمسم بالمقلاية لمدة دقيقة لدقيقتين لحتى تطلع ريحته، وبعدين رح نضيف السماق، وأهم إشي إنه يكون السماق بلدي أصلي. رح نضيف رشة من الملح ونخلطهم مع بعض. وهلأ قررت أضيف زيادة سمسم وزيادة سماق، فأنتوا دوقوا وقرروا. حطوهم بمطربانات مثل هيك واهدوهم للناس المغتربين اللي بتحبوهم، وصحتين وهنا.